بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في القناة نتاعي كويزين دي زاد بلوس. ان شاء الله يا ربي تلقاكم لا فيديو تاعي وانتم في احسن احوالكم يا رب. نشكركم بزاف بزاف على التفاعل تاعكم مع الفيديوهات تاعي، ونتمنى انكم ديروا جيم قبل ما تشوفوا لا فيديو باش لا فيديو تاعي تطلع ويشوفوها اكبر نسبة تاع ناس ويستفادوا منها. اليوم الوصفة تاع اليوم كما راكم تشوفوا فيها مصور بزاف هايلة وبزاف بريزونطابل، وراح تحمر لكم وجهكم في هذا رمضان مع ضيافكم ولا مع العائله تاعكم، وراح تعتمدوها في سائر الايام. سوفلي الدجاج بواحد الحشوه بزاف هايله وبواحد صوص شامبينيون بزاف بنينه وبزاف هايله. نبداو في الوصفه تاعنا على بركه الله. هنا في مقله درت شويه زيت زيتون، ولا تقدروا ديروا زيت عادي. درت حبه بصل تكون متوسطه مقطعه هكا قطع صغيره، نذبلها في هذاك الزيت حتى تذبال شويه، ومن بعد نجيبو السلق تاعنا اللي كنا غسلناه وقطعناه هكا رقيق ونحطوه لهنا. يعني الكميه كل واحد وعلى حساب افراد العائله تاعو. كما راكم تشوفون نديرو كميه كبيره تولي لنا يعني كميه قليله. هنا نغطوه ونخلوه يذبل حتى وين يهبط. هنايا درت له شويه ملح، ما تكثروش الملح، السلق ما يحبش الملح بزاف. فلفل كحل وشويه راس الحانوت، وهنايا شويه ثوم. السلق على بالكم بلي يحب الثوم. شوفوا لي هاد لافارس تجي بزاف هايله، وانتوما يعني لكم الاختيار، كل واحد واش يحب يدير لافارس تاعو. نذبلوه مليح حتى وين ينشف كامل من الماء تاعو، ونخلوه على جهه يبرد، ونجو نخدموا يعني البولي اشي تاعنا. هنا عندي صدر تاع الدجاج يكون مرحي، ولا تقدري ديري على حساب افراد العائله تاعك. درت له نص حبه تاع بصل تكون مسكرفجه وتنحي لها الماء تاعها باش ما تشمخلكش هذاك الدجاج تاعك. درت شويه ثوم، درت شويه معدنوس، ملح، فلفل كحل، شويه عكري، ومغرف صغيره تاع كيري، ولا ديروا كركم ولا باش يعطينا لون شويه لهذاك الدجاج تاعنا. درت هنايا درت موطارد، درت مغرف صغيره نتاع زبده، درت مغرف تاع شابلور، وهنا نص حبه تاع بيض. ما تكثريش البيض باش ما تجرالكش يعني البولي تاعك. كما راكم تشوفون نخلطوهم مليح، وماذا بكم هذيك الزبده تكون طريه باش ما تعذبكمش في الخدمه. هنا تخدميه مليح مليح يعني تعجنيه، وتجي تخدمي تخليه يريح شويه باش ينشف لك. ما تكثريش البيض كما قلت لكم باش ما يجيكمش جاري. هنا تحكمي كيس تاع كونجيلاسيون، تفتحي هكا ولا اي كيس يعني بلاستيك يكون غذائي، تحطي كميه تاع الدجاج هذاك وتحليها هكا، تغلقي عليها تحليها بالحلال، وتجي تحطي لا فارس تاعك. انا حطيت هذاك السلق، ودرت هذا الفرomاج هذا تاع لي ساندويتش ولا تاع لي يعني اللي نديرو في لي ساندويتش، ودرت مورسو واحد اخر تاع فرomاج هذاك درت موتزاريلا. نتوما تحبوا ديروا فرomاج بلون، تحبوا يعني لكم الاختيار، فرomاج غابي. وعاود تغلقت عليها، يعني قلبت هذيك العجينه تاع البولي عليها وبالبلاستيك، وعاود جبت اي غطاء، تجيبي اي غطاء تاع علبه ولا عندك اي حاجه مدوره، وتديريها هكا نصف دائره على شكل سوفلي، وانتي تتحكمي في الحجم تاع الحبه تاعك، اذا حبيتيها كبيره ولا صغيره. كما شفتوا انا عاودت نقصت فيها، بانت لي بلي كبيره بزاف. شوفوا، ونزيد نكملوا الطريقه. شوفوا باش نوضح لكم مليح مليح تعرفوا الطريقه مليح. تحطي كميه تاع البولي تاعك، وما تخشنيش بزاف البولي تاعك. شوفوا يكون يعني رقيق، ما تخافيش يعني باش يطيب لك ثاني. نحطوا كميه تاع الحشو تاعنا. انا درت كما راكم تشوفوا السلق، ماذا بكم يكون ناشف. شوفوا تنشفوه مليح. درت هذا الفرomاج تاع لي ساندويتش، درت شويه موتزاريلا ونقلب هكايا نغلق. شوفي غير بيدك راح تتسودالك مع الاطراف وماش راح تفتح لك. وتجيبي شوفوا هنايا مام هنايا، شوفوا كيفاش بان لي الحشو. عاود درت شويه كميه تاع دجاج وغلقت عليها، تتغلق فاسيلمون. تعاود شوفي بالغلاق تاع هذيك العلبه يعني تسقمي لها الشكل تاعها، وديري كيما راكي حابه تكون هكا على شكل سوفلي. نزلت لكم حبه واحده اخرى باش تعرفوا الطريقه تخي بيان يعني. وديروا لازم تستعينوا بكيس بلاستيكي باش يعاونكم في الخدمه وتجيكم الخدمه تاعكم سهله. وكما قلت لكم كيف هذاك البولي لازم ديروه رقيق، ما تخشنوهش بزاف باش تجيكم الحبه تاعكم شابه.
وشوفوا هاد الحبه تاع الفرomage انا حكمت قسمتهم على زوج. انتي تحبي ديري فرomage غابي ولا ديري فرomage بلون ولا واش تحبي يعني الحشو ديري. والموتزاريلا شتو كيفاش تجي تعطي لك واحد التعليكه بزاف شابه. هكا نسودوها ومن بعد كنحكموا هذاك الغلاق نقسموها هكا على زوج تجينا نصف دائره على شكل سوفلي. توجور قلت لكم تحكموا في الشكل تاعها والحجم تاعها كبيره ولا صغيره. وشوفوا تترفد فاسيلمون ما تخوفكمش. دوكا ندوهم شوفوا راني كملتهم كامل نديهم نحطهم في الكونجيلاتور يعني غير ربع ساعه ولا نص ساعه قسم ما يشدوا رواحهم. ومن بعد هنايا نجو نخدموا لاصوص تاعنا. هنا درت نص مغرفه تاع زبده ودرت نص حبه تاع بصل ولا حبه كيما تحبي تكون مسكرفجه كيما راكم تشوفوا فيها. نقلوها مليح مليح. ومن بعد جبت هنايا شامبينيون تغسليه مليح وتجي تقليه مع هذاك البصل تقليه يعني تري بيان حتى وين يدي اللون. هنا درت شويه ملح بصح نتوما ما تكثروش الملح بزاف خاطر الشامبينيون راهو مالح. ودوك نزيدوا له اضافات واحد اخرين ثاني يزيدوا يملحوا لنا لاصوص. درت فلفل كحل ودرت الكوري ولا تقدروا ديروا كركم غير باش نعطوا شويه اللون هذيك لاصوص تاعنا وما تجيش باهته وبيضه صامته. هنا درت سنه تاع ثوم وتقلي كامل هاد المكونات حتى وين يتقلاو لك مليح. وبعد هنا جيت درت مرقت بالماء سخون نزيد شويه على حساب انتي واش راكي حابه لاصوص تاعك. هنا غطيته خليته حتى وين طاب شويه. بعد شوفوا انا درت فرomage هذا تاع لي بورسيون ولا تحبوا ديروا فرomage بلون هذاك تاع يعني هذاك تاع المرسوات الكبار. سي بور سا لي قلت لكم ما تكثروش الملح باسكو رانا رايحين نزيدوا الفرomage والفرomage مالح راح يملح لنا لاصوص تاعنا. وهنايا شوفوا زدت كيف شويه تاع فرomage هذاك تاع لي ساندويتش وزدت درت لا كريم فريش. صدقوني هاد لاصوص تجي بزاف هايله بزاف بنينه. ديجا من المكونات تاعها راهي على بالكم بلي راح تجي بنينه. نخلوها تغلي شويه ونطفوا عليها. هنايا جيت نقلي هذوك لي سوفلي تاوعي. شوفوا كي جمدوا شويه ولاو شادين رواحهم ماهمش جامدين كومبليتمون كيما راكم تشوفوا فيهم. خليتهم غير وين شدوا رواحهم شويه. هنا ديروا شويه زيت ما تكثروش الزيت حتى وين تغرقوهم بالزيت. ديروا يعني قيس نصف الحبه تاع السوفلي تاعكم وتسخنوه قبل حتى وين تسخنوا الزيت تاعكم باش تحطوا هذوك لي سوفلي تاعكم باش ما يلصقولكمش في المقله ويتفتوا لكم. شوفوا كيفاش داو تحميره حتى يدوا تحميره مليحه من التحت باش تقلبوهم. وشوفوا ما يتخسروا لكم الشكل تاعهم ما والو ما تخافوش منهم ما تقولوش بالك يتحلوا في المقله ولا. شوفوا كيفاش يجوا بزاف هايلين. حتى الاطفال راح تعجبهم هذه الفكره هذه راحين بزاف تعجبهم ويعني تعطوا لهم ميم لا فارس ياكلوها بلا ما يفيقوا لها لداخل وتجي بنينه. شوفوا تعطوا لها اللون يعني بزاف محمره حتى وين تتحمر لكم كيما راكم تشوفوا فيها. هنا زدت كملت الكميه الاخرى. شوفوا كيفاش هي تتنفخ هذيك الحبه. هنايا نجو نحطو في صحن التقديم. هنا شوفوا فرغت لاصوص تاعي في الطبسي تاعي نفرغوها كامل من التحت. شوفوا كيفاش تجي خاطره تجي بزاف هايله وبنينه ما تجيش جاريه ومايها. ونجو نستفوا لي الحبات تاع السوفلي تاوعي. هنايا شوفوا نديروهم هكا على هذا الشكل. صدقوني هذا السوفلي راح على بالي بلي كان تجربوه راح تولوا دائما نديروه. وشتو الطريقه يبان صعيب بصح هو يجي ساهل في الخدمه تاعو ما يشدش بزاف الوقت وميم طون يجي الشكل تاعو راقي واقتصادي ثاني. وحنا درنا طبق ما شاء الله. شوفوا كيفاش جاي داير. هنايا فرغت شويه لاصوص في الوسط. شوفوا كيفاش جا. هنا على بالي لازم نزيدوا الرشه تاع المعدنوس باش نعطولو لون ونعطولو شكل شباب. شوفوا كيفاش جا بزاف هايل بريزونطابل ويجي البنه ما شاء الله. ان شاء الله يا ربي تجربوه. وعلى بالكم في رمضان دائما نحبوا الوصفات جديده والحاجات يعني اللي ماشي موالفين نديروهم. جربوا هذه الوصفه وعلى بالي راح تعجبكم. شوفوا كيفاش يجي بزاف هايل. كما شفتوا بنص صدر تاع دجاج راح نديروا كميه لاباس بها
وراح اشوفوا شحال دارت لي من حبه انايا. راهم مازالوا واحد اخرين في الطبسي، يعني راح دير لك كميه لاباس بها. دوك نجو كالعاده باش نفتحوها ونشوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي. شوفوا كيفاش تجي شاده روحها، ما تجيش مفته. وشوفوا هذاك الفرomاج الموتزاريلا، شوفوا كيفاش يعطي هذيك التعليكه، يجي بزاف هايل. ولا تحبوا ديروا اي فرomاج واحد اخر تحبوه. شوفوا الداخل كيفاش تجي يعني فارغه مهويه لداخل. شوفوا الفرomاج هذاك تجي بزاف مفرمجه وتجي هايله. نزيد نفتحها لكم باش تشوفوها كيفاه. صدقوني بنا روعه روعه روعه. نجربوها، ويعني راح قلت لكم اكيد راح تولوا تعتمدوها دائما في الوصفات تاعكم. شوفوا كيفاش تجي فارغه لداخل. وبهذا نقول لكم ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه، وديروا لي جام لهذه الوصفه، وتبارطاجيوها على اقصى نطاق باش توصل لاكبر نسبه تاع مشاهده ويستفادوا منها الناس ويشوفوها. يعني الى فرصه اخرى نقول لكم تهلاو في رواحكم، بقاو على خير، في امان الله وحفظه. صحه فطوركم.